لطرف طيب على حساب الآخر. لما يكون في مشكله من انه جانبين هيحصل بينهم احتكاكات وصدامات والى اخره، دي مش تعتبر مساله امن قومي؟ طيب من حق الجيش ان هو يتدخل طبعا فيها؟ يتدخل، بس يتدخل ازاي؟ يمنع الاحتكاك. اي حد هيرفع سلاح يقبض عليه، اي حد هيستخدم العنف يقبض عليه، يمنع الاحتكاك ما بين الجانبين. صح؟ حد يختلف معاك كده؟ استاذه ايه؟ انا بس عايزه اللي هو النقطه بتاعت، وانا عايزه برضو استغل فرصه، وهو ان اللي موجودين مؤيدين مش بس الاخوان المسلمين، لا المؤيدين هم الاخوان المسلمين وبعض التيارات الاسلاميه، ومش كلها يعني، لانه حتى في تصريح لاستاذ نادر بكار هو ضد ده. ماشي، على فكره والله ثواني بس انا عايزه استغل الفرصه علشان انفي ساعه. وهو ايه المشكله يعني؟ لا اصل حضرتك بتقولي اسلاميين، يعني في مسيحيين يعني بعيده عن فكره برضه في مسيحيين كتير دي. حضرتك صنفتي من كل لا الموجودين المؤيدين، انا ما رحتش بصراحه عند ربع العدويه. اللي موجودين المؤيدين لدكتور محمد مرسي والشرعيه هم الاخوان المسلمين وبعض التيارات الاسلاميه اللي تنتمي للتيار الاسلامي او المتاسلم. ما فيش ثوار في ربع العدويه، ما فيش 6 ابريل في ربع العدويه. انا عايزه انكر الاشاعه دي اللي كل شويه تطلعوها من على منصه ربع العدويه وتقولوا يا اهلا بالثوار و6 ابريل والقصه دي، ونقعد ننسى يا جماعه 6 ابريل موجوده مع الناس كلها اللي في الشوارع في ميادين الثوره. معاهم على سبيل المثال عبد الرحمن عز من 6 ابريل. عبد الرحمن عز كان 6 ابريل ومشي وراح بعد كده حازمون يعني مع اي حاجه مش 6 ابريل. فانا عايزه استغل الفرصه من على شاشه النهار اقول كل اللي بيدعوا من على منصه ربع العدويه ان 6 ابريل موجوده واهلا بالثوار و6 ابريل موجوده معانا في منصه ربع العدويه، ده كذب وافتراء كما تعودنا من جماعه الاخوان المسلمين. وفي الفتره فيما بعد تولي دكتور محمد مرسي ده كذب. 6 ابريل موجوده في الشوارع مع الميادين في الاتحاديه في كل المحافظات وفي القبه والتحرير وغيره. وانا بس عايزه اعلق بس على حاجه عشان حضرتك استشهدت بكلمتي، وهي انه لا عوده لما قبل 25. اكيد لا عوده لما قبل 25 يناير، لا عوده لنظام مستبد باي اسم، باسم الدين، باسم الاستبداد العسكري، استبداد ديني، استبداد باسم حزب او بجماعه او غيره. اكيد الشعب بقى حر، الشعب مش هيقبل ان هو يرجع تاني لما قبل 25 ان حد يضحك عليه بمصلحتك اولا زي الحزب الوطني، او قال الله وقال الرسول هم ما بيعملوش حتى بيه، او بالشريعه اللي ما بينفذهاش اصلا محمد مرسي، او بالدبابه. فبالتالي ما فيش عوده لما قبل 25، ولازم كلنا نعرف ده، ولازم دكتور محمد مرسي يعرف ان لما يقول حوار لا انت بتحاور مع الناس. ما فيش حد دلوقتي وصي على الناس، ما فيش حد معاه ريموت للناس تعالوا وروحوا، لا الملايين دول محمد مرسي ينزل يتكلم معاهم. الملايين دول هم اللي رافضين على عوده، الملايين دول هم اللي رافضين العوده لما قبل 25 يناير ان حد يضحك عليهم ويطلع يضحك عليهم. ثاني حاجه انه تم تفويض دكتور محمد البرادعي من جميع تيارات القوى الثوريه بما فيهم تمرد 6 ابريل في مرحله التفاوض بان هو يتحدث باسمنا. طيب. واحنا بنخليه ان هو يقوم بالدور ده. انكم متحدث حضرتك لو اتخذ قرارات هتلتزموا بيها؟ اولا احنا اللي هنكون، هو متحدث باسمنا متفاوض يقول لنا وينقل للطرف الاخر وجهه نظرنا، وفي الاخر بنوصل لتحقيق خريطه الطريق اللي احنا حاطينها، مش لحد برضه هيحطها لنا.